تخيل ان بلدك تتعرض للخيانة وجيشك يتسلم للاعداء، بس وسط الفوضى دي شاب واحد بس بيطلع يغير كل ده، والشاب ده هو نابليون بونابرت. والمعركة هتكون بداية اسطورة هتهز اوروبا. ماذا لو نابليون بونابرت قرر في لحظة معينة انه ما يدخلش الثورة الفرنسية؟ هل كانت فرنسا هتتغير؟ هل كان اسمه هيتكتب في التاريخ؟ سنة 1792 بدأت نقطة التحول الخطيرة في اوروبا. فرنسا ما كانتش لسه قادرة تاخد نفسها، والحكومة الثورية ما كانتش قوية، فكانت مضطرة تتعامل مع وضع داخلي متآزم. ثورات ومطالبات بعودة الملكية ولعت في انحاء فرنسا. ومع توالي المتطرفين الثوريين زي روبيسبير ابتدى عصر الإرهاب بسلسلة من المجازر ضد أي حد يتهم بالعداء للثورة. فرنسا أعلنت الحرب على إمبراطورية هابسبورغ، لكن الحرب كبرت بسرعة ولقت فرنسا نفسها محاطة بتحالف قوي من أعظم القوى الأوروبية. في أغسطس واجهت الجمهورية خطر مصيري جديد لما مدينة طولون انضمت للثوار الملكيين. طولون كانت أهم قاعدة بحرية في جنوب فرنسا وفيها تلت الأسطول البحري الفرنسي. الملكيين سيطروا على المدينة وسمحوا للأسطول البريطاني إنه يستولى عليها بقيادة الأدميرال لورد هوت. تقريبا يا صديقي ومن غير أي مقاومة تسقط، البريطانيين سيطروا على 10 سفن فرنسية ودمروا جزء كبير من قوة فرنسا البحرية. وبسرعة كبيرة كل القوات الفرنسية اتأمرت إنها تتحرك فورا لمواجهة الخطر ده، واتفرض حصار على المدينة. 18,000 مقاتل اتحركوا لحماية الجمهورية تحت قيادة الجنرال جان فرانسوا كارتا اللي كان ثوري لكن من غير أي خبرة أو تدريب عسكري حقيقي. الجيش الفرنسي كان راجع من نقص كبير في الضباط والقادة بعد ما أغلبهم هرب بسبب الثورة لأنهم من أبناء النبلاء، وده زود الوضع سوء على سوء. وسوء الوضع ده زاد أكتر لما اتصاب قائد المدفعية الجنرال دوتل، واحد من الضباط القليلين اللي كان عندهم كفاءة حقيقية. ولما اتصاب اقترحوا حد مكانه اللي هو نابليون بونابرت، ودي كانت اللحظة اللي غيرت التاريخ. ميناء طولون كان محمي بجدران ضخمة ومحاطة بعشرات الحصون الدفاعية اللي كلها دلوقتي بقت في ايد 2000 جندي بريطاني و6000 جندي اسباني. مع التحصين ده كله كان مستحيل ينجح اي هجوم بري. نابليون اللي لسه ماسك القيادة جديد ادرك بسرعة ان المدفعية هي مفتاح سقوط الحصون، وفي وقت قصير جدا قدر يدرب 64 ضابط ويوسع عدد المدافع لحد 100 مدفع ومعاهم مئات الجنود لحمايتها. وكمان بنى قواعد مدفعية جديدة عشان يقيد حركة الأساطيل الإنجليزية. وفعلا اضطر الأدميرال هوت إنه يتراجع جوه الميناء. وبعد كام يوم قادة الجيش كانوا بيخططوا لهجوم بري على الجبهة الشمالية. وقف نابليون قدام فرانسوا كارتا وقدم له خطته العبقرية لتحرير طولون، وتحقق النصر اللي الجمهورية كانت محتاجاه بأي ثمن. خطة نابليون كانت بسيطة لكن خطيرة. هجوم مفاجئ 3000 مقاتل على قلعة إغليت والسيطرة على موقعها الاستراتيجي. ولو القلعة دي وقعت كل سواحل طولون هتكون تحت مرمى المدافع الفرنسية، وكمان خطوط الإمداد هتتقطع. وساعتها مش هيلاقي البريطانيين ولا الأسبان غير إنهم ينسحبوا من المدينة في انسحاب مهين. الخطة عجبت كارتا لكن بخبرته الضعيفة جادل إن الهجوم يكون ب 4000 مقاتل بس بدل 3000، وده طبعا نابليون رفضه. وفي تاني يوم من سبتمبر بدأ كارتا الهجوم اللي نابليون رفضه، يشارك فيه 400 جندي بس، لكن الهجوم اتحطم في دقايق تحت نيران المدافع. والأسوأ إن البريطانيين فهموا إن دي ثغرة وبدأوا يجمعوا مئات من الجنود والذخائر وحصنوها ببناء قاعدة دفاع فيها 20 مدفع، وده دمر خطة نابليون تماما. وبسبب التخبطات دي اتعزل كارتا أخيرا واتبدل بقائد عسكري أعلى منه خبرة الجنرال دوغومي. ومن أول لحظة وصل فيها فهم إن خطة نابليون هي الطريق الوحيد لتحرير الميناء وبدأ ينفذها، يبني قواعد مدفعية جديدة استعداد للهجوم الحاسم. نابليون وهو راكب حصانه قدام الصفوف كان باين عليه إنه قائد من نوع تاني. صوته العالي وسط صوت المدافع كان بيرفع معنويات العساكر وبيثبت وجوده قدامهم بقوة وشجاعة ملحوظة. ويا صديقي في فجر 18 ديسمبر بدأ الفرنسيين أكبر هجوم وكان لازم يقتحموا الحصن. نابليون بنفسه قاد المواجهة الثانية من الهجوم، وفي معركة شرسة حصانه تعرض لطعنة واتقتل. آلاف من سكان طولون حاولوا يهربوا مع الأساطيل المهاجرة خوفا من الثوريين اللي جايين. بعضهم قدر يهرب فعلا لكن كتير اتسابوا يواجهوا مصير قاسي. وفي اليوم اللي بعده دخلت القوات الفرنسية المدينة وارتكبت أسوأ الجرائم لمدة أسبوع كامل. وصل عدد القتلى فيه 1500 شخص
مصر، ومحدش يعرف بالظبط قد ايه نابليون كان متورط في المجازر. اعدائه بيقولوا انها حصل باوامر مباشره منه، لكن مصادر تانية بتقول انه كان طريح الفراش فتره طويله. مهما كان ايه الصح يا صديقي، نابليون اللي اترقى لرتبه عميد بعد المعركه دي حقق انتصار ضخم للثوره وزود من تأييدها، وبدات الشراره اللي هتولع الحروب اللي هتستمر لسنين طويله تحت قياده الامبراطور نابليون. وبعد ما هدت نيران طولون كانت فرنسا كلها بتبص لنابليون بونابرت بشكل مختلف، شاب صغير ضابط مدفعيه اللي بموازين معركه كامله في وقت الامبراطوريه كانت بتنزف من كل اتجاه. وخلال الشهور اللي بعدها الثوره الفرنسيه كانت بتغلي، وبيسبر كان بيحكم بالحديد والنار، والاقتصاد بينهار، والعدو واقف على حدود فرنسا من الشرق ومن الغرب. في وسط الفوضى دي اسم نابليون ابتدى يطلع، مش بس كقائد معركه لكن كعقل عسكري خارق. اتنقلت نبرته من ضابط شاب لقائد بيتشاف على انه امن فرنسا العسكري. وفي سنة 1793 و 1794 ساعة لما كانت باريس مليانة اعدامات ومحاكم ثورية، نابليون كان بيترقى بسرعة غير مسبوقة. كل ما يحصل صدام على الحدود يبعتوله، وكل مرة يرجع منتصر. لكن اللحظة اللي غيرت حياته بالكامل كانت لحظة سقوط روبسبير. الثورة قلبت على نفسها، والكل بيدور على قادة يثبتوا انهم مش مجرد ادوات في ايد المتطرفين. في اللحظة دي لقوا نابليون بونابرت قائد شرس وقت الحروب، وبعدها بوقت قصير جاله تكليف خطير، قمع الثورة الملكية في باريس نفسها. الاف من الملكيين نزلوا بالسلاح عايزين يهدوا النظام ويولعوا البلد تاني. القادة اتخضوا، لكن نابليون وقف وبمنتهى الهدوء قال جملته الشهيرة: ادوني مدافع وباقي الشغل عليا. وفي ساعات شوارع باريس اتقلبت نار. لكن لما طلع النهار كانت الثورة الملكية اتسحقت تماما. الناس ما قدرتش تصدق، الكل قال نفس الجملة: الشاب ده مختلف. ومن اللحظة دي بقى نابليون منقذ الجمهورية، وبدأت رحلته اللي هتوصل في يوم من الأيام لعرش فرنسا. رحلة فيها مجد وخيانة، حب ودم، حروب وكسور، امبراطورية هتزلزل أوروبا كلها. بعد اعدام لويس 16 في 1793 اوروبا كلها اتصدمت. الملوك كانوا خايفين جدا من فكره الجمهوريه الثوريه انها تنتشر في بلادهم. الكنيسه والاستقراطيه حست ان الثوره مش مجرد قضيه فرنسيه، دي تهديد للعالم. فرنسا اصبحت دوله معزوله تقريبا، محاطه بالاعداء من كل جهه. فجاه العالم كله كان شايف فرنسا كمختبر خطير. الثوره مش مجرد قضيه داخليه، دي فكره ممكن تغزو اوروبا كلها. الملوك الاوروبيين قرروا يتحدوا ضد فرنسا، النمسا وبروسيا في القياده المباشره عشان يحموا حدودهم الشرقيه والشماليه. انجلترا وفرت التمويل وبعتت اساطيل بحريه، لان فرنسا كانت قوه بحريه صاعده. اسبانيا وهولندا انضموا لدعم الحصار ومنع انتشار الثوره. اوروبا كلها وقفت ضد فرنسا، وكل ملك حاسس ان شعوبه ممكن تتحول للثوره لو اتاخرت خطوه. التحالف يا صديقي ما كانش المشكله الوحيده، فرنسا نفسها كانت فيها مشاكل داخليه. الاقتصاد منهار، واسعار الاكل نار، والشباب كانوا بيتاخدوا على الحرب غصب عنهم، والناس جوه البلد بتقتل في بعض. الجيش الفرنسي بالرغم من ان الحماس الثوري كان ضعيف، نقص في الضباط واغلب النبلاء هربوا، تجهيزات غير كافيه وجنود تعبانين وجعانين. النمساويين والاوروبيين افضل تنظيما واقوى عددا. النتيجه يا صديقي، فرنسا خسرت بعض المدن الحدوديه، وحصلت حصارات اثرت على الاقتصاد والمعنويات. الوضع كان بيوصل لدرجه ان كل انتصار صغير كان بيعتبر معجزه. الملوك والكنيسه كانوا خايفين من الثوره، لان لو فرنسا نجحت شعوب اوروبا كلها ممكن تقوم عليهم. عشان كده الحرب ما كانتش بس مدافع وجيوش، دي كانت يا الثوره تعيش يا الملوك يفضلوا يحكموا. الحرب خلت فرنسا غصب عنها تطلع قاده جدد. بعد التحالف الاول يا صديقي، فرنسا كانت محتاجه نصر يرفع معنوياتها ويثبت ان البلد لسه قويه. الجيش كان تعبان ومجهد، بس العدو في ايطاليا كان متفرق رغم خبرته. في اللحظه دي ظهر ضابط شاب اسمه نابليون وتعين قائد الجيش هناك. فرنسا كانت محتاجه حل جديد، ونابليون كان هو الحل في ايطاليا. الجيش النمساوي كان منتشر في مدن مختلفه، والمدن الايطاليه نفسها كانت ضعيفه وسهله للاستيلاء او التفاوض معاها. الحرب التقليديه كانت بطيئه جدا، والفرنسيين محتاجين يكونوا اسرع ويهاجموا بشكل مفاجئ. نابليون قرر يكسر القواعد، يقسم العدو ويضعفه تدريجيا بدل ما يواجهه كله مره واحده. يهاجم من اماكن محدش متوقعها، يستخدم السرعه والحركه بدل الاعتماد على المدافع بس. المعادله كانت واضحه يا صديقي، سرعه زائد مفاجاه بتساوي نصر مضمون. وهنا نابليون بدل يظهر كعقل عسكري هيبهر اوروبا. المعارك الصغيره اتحولت لملاحم كبيره، وكل مره الجيش الفرنسي كان بيكسب ثقه اكتر. المدن الايطاليه بدات تفتح ابوابها بعد اول هجوم ناجح.
والنمساويين حاولوا يردوا، لكن فوجئوا بالاسلوب الفرنسي الجديد. ايطاليا كلها بدات تحس ان فرنسا مش مجرد دوله، ده جيش بقياده ذكيه وقائد ظهر لاول مره. الجيش الفرنسي استولى على المدن ونهب شويه كنوز وفنون بعد ما انتصر، لكن السؤال اللي قدام نابليون، هل النصر يبرر الدم والنهب؟ حتى مع الانتصارات الشعب الايطالي كان خايف من الفرنسيين زي ما فرنسا كانت خايفه من النمسا. كل نصر كان ليه ثمن، ونابليون بدا يتعلم ان الحرب مش بس معركه، دي لعبه سياسه واستراتيجيه معقده. نابليون نجح تقريبا في السيطره على شمال ايطاليا ووقع معاهدات مع النمسا اللي ادت فرنسا نفوذ كبيره. بقى يظهر في التاريخ كقائد قوي مش مجرد ضابط عادي. ايطاليا ما كانتش مجرد حمله، كانت لحظه ولاده القائد اللي هيغير اوروبا. ونابليون دلوقتي اسمه بدا يترسخ في كل عاصمه اوروبيه. بعد التحالف الاول وحمله ايطاليا، فرنسا صمدت رغم الضغوطات الداخليه والخارجيه، ونابليون بدا يظهر كقوه لا يمكن تجاهلها. اوروبا كلها بدات تحس بالتهديد الجديد، شاب صغير عقله سلاحه وجيشه اداه له. التحالف الاول خلق الضغط، ايطاليا اظهرت البطل، والايام الجايه كانت على موعد مع الامبراطور. النصر في ايطاليا رفع معنويات الجيش والشعب الفرنسي، لكن الفلوس في الدوله قليله جدا، الفساد منتشر والشعب مضطرب بين الثوره والحرب المستمره. فرنسا نجحت في الهزائم الخارجيه، لكن كانت محتاجه قائد قوي يعيد الاستقرار. بفضل نجاحاته في ايطاليا، نابليون اصبح شخصيه محترمه وخطيره، الجيش كله اصبح مخلص ليه، السياسيين شافوه حل لمشاكل الجمهوريه، والاوروبيين بداوا يخافوا من نابليون. بعد سقوط روبسبير الجمهوريه كانت ضعيفه ومحاكم الثوره انتهت، لكن الفوضى السياسيه مستمره. الملكيين بيخططوا للعوده بعد ما الثوره ضعفت، والملكيين رجعوا يحاولوا، والثوار المتطرفين بقوا اقل تاثير. فرنسا كانت محتاجه قائد يجمع بين الجيش والسياسه. نابليون كان الوحيد اللي عنده عقليه الجندي ودهاء السياسي، استغل ضعف الحكومه وغياب قائد قوي ورجع من ايطاليا وسط شعب وجيش مستعدين يدعموا اي قائد، وخطط مع بعض الضباط للسيطره على المجلس الحاكم. وفي نوفمبر 1799 نفذ اقوى انقلاب. في لحظه واحده فرنسا كلها اتغيرت. نابليون مش بس قائد حرب، ده بقى حاكم يسيطر على مصير الجمهوريه. الانقلاب اداله القوه المطلقه، الجيش اصبح اداه للسياسه، الاصلاحات الاداريه بدات، واوروبا كلها بدات تحس بالتهديد القادم من فرنسا. من التحالف الاول اللي حاول يقتل الثوره، لايطاليا اللي صنعت القائد، لباريس حيث ولاده الامبراطور نابليون بونابرت. كل حرب، كل حصار، كل معركه صغيره كانت بتجهز نابليون، من ضابط مدفعيه في طولون لقائد يحكم فرنسا ويهز اوروبا. القوه مش بس في المدافع، القوه في العقل، في الجراءه والقدره على تحويل الفوضى لسلطه مطلقه.